بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. نتوما كامل احبابكم ان شاء الله. في الاول هنايا نحب نقول نحب نترحم على كامل اللي ماتوا بهذا الوباء، نقول لهم كامل ان شاء الله ربي يرحمهم، وان شاء الله ربي يكتبهم مع الصديقين والشهداء يا رب. ونحب نقول للجميع اللي راهم مرض، نقول لهم ربي يشفيكم ان شاء الله، وربي يحميكم ويرجعكم لعائلتكم بخير ان شاء الله. وربي يحمينا ويحفظنا ويحفظ كامل احبابنا يا رب، وربي يلاقينا بهم ان شاء الله في الخير. توحشنا بعضنا، لكن للاسف مع هذا الوباء واحد ما يقدر يروح يشوف واحد. ان شاء الله ندعي وربي يرفع لنا هذا البلاء، وربي يلاقينا بهم في الخير ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة تاع مبرجة كنت شاركتها معكم من قبل، لكن يعني حبيت نعاودها معكم. يعني هي نفس الوصفة، برك حبيت نشاركها معكم بطريقة مختلفة. وتانيت هذه جمعتها بالحليب، ما جمعتهاش بالماء. هنا عندنا 3 كيلات تاع سميد متوسط، يكون نوعية جيدة بيان سور. ومن الأحسن يكون سميد المتوسط اللي رايح مايل للخشين، مبرجة ما تجيش بالسميد المتوسط اللي يجي شويه رقيق. هنايا نملح عادي كيما نملحو الكسره تاعنا. انا راني داير هنا قيس 3 خبزات ملحت عادي كيما نملحو الكسره تاعنا. عندنا 3 كيلات كيما قلنا، مع كيله تاع ليدام. كيله تاع ليدام انا راني دايره تقريبا الكيله كامل. زبده خلطت لها غير شويه سمن. انا نحبها بالزبده، اللي يحبها بالسمن يدير بالسمن، اللي يحب يديرها بالزيت يدير. لكن الزيت يعني وحده ما ننصحكمش ديروه وحده، لانه إيه عفوا، لانه الزيت وحده يجي ريح في المبرجة، تقعد لكم نهار يومين تولي تريح بالريحه تاع الزيت. نكمل نعمر الكيله تاعي. شو مهم جدا تعمروا الكيله كما نقولوا حدها. تبالكم هاي معمره لازم هكا الكيله. شوفوا شحال زدت هكذا، هكا نقولوا كيله. ها انا هاي شحال حنزيد فوق الكيله، هذا مكان فيتها بواحد 3 مغارف كبار، هذا مكان. دوكا نحط السمن تاعي والزبده. هي السمن مانيش حاطه بزافه، راني حاطه تقريبا كيله كامله تاع مرقارين. نزلت لها كما قلت 3/4 مرقارين وربع برك تاع سمن. نفرغ ليدان تاعي ونبسس مليح السميد تاعي. السميد تاعي كيما شفتوا نغطيه ونخليه يريح ليله كامله، تقدروا تخليوه حتى 5 ايام عادي في الدوكا والبرد. هنا حبيت نوريكم طريقتي كيفاش نقي الغرس. انا نخدم بالغرس هديه، الغرس تاع البطانه كيما نقولوا، ما نخدمش بالغرس المرحيه هذيك ابدا. يعني فرق في البنه، فرق كيما كنتوا تشوفوا هكا. نحلها بالموس من الاول هكا باش تساعدني. وبعد انا هنا جاتني كميه كبيره بزاف في القصعه تاعي، نقصت منها. لا كانت عندكم قصعه كبيره تقدروا تنقيو كميه كبيره في نفس الوقت. كيما شفتوا لهنايا فركت الغرس تاعي غير بالموس هكاك، ومن بعد حطيت عليها كميه تاع زيت، وبديت هكا نحل فيها غير بين يدي. فركت فيها، شوفوا العظم يخرج وحده كيما راكم تشوفوا. هذه يعني اسهل طريقه جربتها نقيت بها الغرس تاعي، يعني تجي سهله وسريعه كيما راكم تشوفوا. هنا دوكا نوليو العجينه تاعنا. هذه هي السميد تاعي بعد ما خليته هاد الخطره 3 ايام. يعني تحسوا فرق بين كي تخليوه غير نهار وتخليوه اكثر. قد ما تخليوه مده طويله قد ما هو احسن. هنايا انا زدت العسل العجينه تاعي باش تعطيني لون شباب كي طيب. حطيت لها 2 مغارف ونخلطهم مليح.
نخلطو مليح السميد تاعنا مع العسل مع ليدام بيان سور اللي حطيناها من قبل. نبقاو هكذا كما راكم تشوفوا في الفيديو، نحكو مليح بين يدينا ونخلطو حتى يفتح اللون تاع الخليط تاعنا. دوك كان في الاول صفر ومن بعد حين تلقاوه لونه ولا فاتح. دوك تشوفوا ونوليو كي كيفاش نعرفوا بلي لحقنا المرحله المطلوبه، كي نشكلوا كره هكذا بين يدينا ونرميوها تقعد محافظه على الشكل تاعها، يعني ما تتفتحش. شوفوا لهنايا الخليط تاعنا كيفاه ولا اللون تاعو، شوفوا ولا باين. شوفوا في الاول كيفاش كان ومن بعد كي خدمناه كيفاش ولا. هنا دوكا نجيو نلمو العجينه تاعنا. انا كيلت الحليب بنفس الكيله اللي كيلت لكم بها سميد وليدام، يعني نفس الكيله دائما نخدموا بها. نبدا نجمع، لكن يعني صراحه تقدر تدي لكم اقل شويه ولا اكثر شويه، يعني الاحسن تبعوا طريقه كيفاش ندير. نحط ونحل هكا غير بين صبعتيا، خلطها غير بين صبعتينا ونخليوها تريح ونشوفوا الا تسحق ولا لا كيما راكم تشوفوا. راني نحط الحليب ونخلط غير بالعقل ونخليها. بعد ما نحط لها الحليب نخليها تريح واحد ربع ساعه ونشوفها اذا زادت احتاجت نزيد لها. كما راكم تشوفوا البنات انا مانيش نعجن فيها، يعني مهم بالكم تعجنوا المبرجه تاعكم ما حاش تجيلكم مبسه. اني نحط في الحليب بالعقل ونحرك هذا مكان نخلط ندخل في هذاك الحليب اكيد بلا ما نعجن. هاي لك العجينه تاعي بعد ما لميتها. كما وريت لكم السر يعني باش تنجح لكم العجينه ما تجيكم جاريه اكثر من اللازم ولا يابسه كما نقولوا اكثر من اللازم وتتفتت لكم في الطاجين، انه حطوا لها الحليب ولا الماء كما تحبوا بالعقل ولموها وخليوها تنشف. وزيدوا انا درت لها على 3 مرات، حطيت لها وخليتها شربت، من بعد زيت لقيتها مخصوصه زدت لها، من بعد زيت خليتها شربت زدت لقيتها مخصوصه زدت لها. المهم ها هي القوام تاع العجينه يعني راهي هايله، وتحسوا لها يعني نورمالمون في يديكم تحسوا لها باللي لحقتوا القوام اللي تحتاجوه. هنايا دوكا انا حنشكلها شفت واحد الطريقه عند وحده بسنيوه عجبتني، حبيت نسيها معكم نشوفوا هل تنجح ولا لا. سهله باش ما تخرج لناش كيما نقولوا لي شوت هذوك الاطراف تخرج لنا كامل كاري. سنيوه ها كيما راكم تشوفوا كاري هكا ولا مستطيله. نحط فيها دوكا هنايا كميه تاع العجين. هذه الطبقه الاولى نقدروا نحلوها هكا غير بيدنا في السنيوه، نوزعوا هكا. دايما نديروا كيس بلاستيكي غذائي باش كي نقلبوها يعني تتقلب معنا وثاني تجي ملساء يعني من تحت. الا هنا دوكا نجيو نحلو الغرس تاعنا. الغرس تاعنا كيما شفتوا نقيتها كيما وريت لكم في الفيديو، من بعد زدت لها شويه ماء. مهم تكون طريه الغرس تاعنا ونحلوها على حسب حجم تاع السنيوه اللي درنا فيها الطبقه الاولى تاع السميد. لهنا زدت حليت الطبقه الثانيه تاع العجين كما راكم تشوفوا. نزيدو نحطوها فوق الطبقه تاع الغرس ونحاولوا نسقموها مليح كما راكم تشوفوا في الفيديو.
هنايا دوكا خديت كميه من السميد، درت معاهم شويه زيت، كيما نقولوا خدمت بهم الحرشه، هذيك الطبقه الحرشه اللي نديروها درتها على الطبقه التحتانيه باش ما تلصقناش. تحبوا يعني ديروها، تحبوا تستغناو عليها، وزيد درتها من الفوق. وهنا بديت نحل العجينه تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما حليتها السمك كيما تحبوه، كاين اللي يحبوها رقيقه، كاين اللي يحبوهم خشينه. انا كيما راكم تشوفوا نحلها متوسطه، نحبها لا خشينه ولا رقيقه. لهنا كيما تشوفوا اني نقطع بالكوبات، الكوبات تعاونكم بزاف باش تقطعوا الحبات تاعكم قد. نقطع المبرجه تاعي كيما راكم تشوفوا، نحاول نقطعهم كامل القد، ومن بعد نحط الطاجين تاعي يسخن على نار متوسطه، ما تكون عاليه بزاف ولا قليله بزاف، ونبدا نطيب في المبرجه تاعي عادي. كي تحطوها خليوها حتى طيب من التحت، ومن بعد قلبوها هكا باه ما تتفتح لكمش عباكم بسا وكامل. الا قعدتوا تقلبوا فيها رايحه تتحل. شوفوا اللون اللي خداتو شحال شباب، طابت هايله. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنجح معاكم. كما راكم تشوفوا لهنا كل ما نطيب ويطيح لي الفتات هذاك نحيه نمسحه هكذا باه ما تتحرقش المبرجه تاعنا. هنا حبيت نوري لكم حيله البنات، اذا جاتكم العجينه تاع المبرجه تاعكم ناشفه ولا نشفت لكم كيما انا يا دوكا كانت مليحه، ومن بعد كنت نطيب فيها عادي كيما شفتوا خرجت هايله. ومن بعد انا طولت الحقيقه عليها، ما غطيتهاش في الاول، هذا وين غطيتها لقيتها نشفت لي، وليت كي نحطها طيب في الطاجين تتشقق لي. هكا تعرفوا بلي مخصوصه الماء واش نديرو، نجيبو كاس فيه حليب ولا ماء، وندهنوا العجينه تاعنا بالبانسو هكا كيما شفتوا. صدقوني تعاود تولي كيما كانت وخير. يعني هذه حيله باش ما ملي جاتك من الاول العجينه ناشفه ما حاش ترميها وحتعاود تنجح معاك بهذه الطريقه. هنايا انا زدت قطعت مبرجه تاعي اللي قعدت لي، درتها ميني مبرجه، درتها صغيره. هاي لك المبرجة تاعنا في الاخير بعد ما طابت وبردت. يعني برجة اكثر من رائعة والله، من صميم قلبي جربوها ان شاء الله حتفرحكم وما حيش تندموا عليها. يعني برجة اكثر من رائعة بشهادة كامل اللي كلاوها. اتمنى يا ربي ان شاء الله تجربوها وتفرحوا بها وتنجحوا فيها ان شاء الله. انا درت المبرجة هكا ودرت ميني مبرجة درت لها بنتها هاي ليك شوفوا شحال خرجوا كيوت وحلوين الدراري، شبعوا فرحه كبيره بيهم. حب مولفين هكا كبيره والله ما ياكلوها لي بزاف، مي هكا عجبتهم كي يلقاو هكا صغيره. على بالكم الدراري يحبوا كل حاجه صغيره واسمو. شوفوا والله خرجوا هايلين. مام هكا ما باليش يكونوا دراري ولا عندك مناسبه، ما باليش هكا عيد ميلاد، ما باليش حاجه تحبي تحطي مبرجه تاعك صغيره هكا اللي يحب ياكل ما يخليولكش ياكلوش شويه ويخليولك النص. المهم هذه هي المبرجه تاعنا، ان شاء الله يا ربي تكون عجبكم. هنا حبيت نوري لكم الفرق بين كي ديروا لها الحرشه. شوفوا هذه درت لها انايا هذاك السميد الحرشه، نقولوا له الحرشه سميد مع الزيت، هذيك الطبقه درناها لها من الفوق. شوفوا كيفاش يخرج، وهذا اللون شوفوا خرج لون ذهبي شباب، هذاك بسبب تاع العسل. وشوفوا لهنايا اللي ما درنا لهاش الحرشه، شوفوا كيف خرجت.
نوريلكم كيفاش خرجت البرجه تاعنا. خرج هايله طريه مقرمشه. نتمنى يا ربي ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ما تتفتت غير وحده. لكم وصفه رائعه وناجحه من 100%، ويعني عطيت لكم كل كما نقولوا الحيل والنصائح باش تنجح معاكم ان شاء الله. يا ربي جربوها وتنال اعجابكم وترجعوا لي الخبر في التعليقات. في الاخير نقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم جديد ان شاء الله. واكيد نقول لكم ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكم الف شكر والف تحيه والسلام.